رحيم. النهارده ان شاء الله هوريكم ازاي تشوي الذره في البيت بمنتهى السهوله. عادي بتشويه عادي، من غير فحم ولا حاجه. بتجيبي شبكه زي دي كده، او ممكن مثلا شبكه صغيره بتاعت شوايه وتحطيها على عين البوتاجاز وتشوي بيها عادي الذره زي ما انتم شايفين كده. هو بيتشوى اهو اهو، وقعت اهي، بيتشوى عادي ومش هياخد اي وقت معاكي. بتجيبيه عادي بدل ما تشويه بيبقى غالي قوي بره. كوز الذره ممكن تجيبيه كده وتنضفيه من الورق اللي فيه، وبعد كده بقى ايه بيتشوى بالشكل ده. هنشوف بقى لما يتشوى يبقى شكله عامل ازاي. يلا معايا. اتشوى اهو وعطفي عليه اهو، اتشوى بكل سهوله اهو. كوز الذره اهو، وبسرعه بيتشوى معاكي وما بياخدش وقت. ممكن بقى تعمليه كمان مسلوق، ان انت بتقطعيه مثلا نصين كده، يعني مش كوز بتحطيه كله، تحطيه في حله ميه وحبه ملح صغيرين ويتسلق ولغايه ما تحسي ان هو استوى معاكي. بعد كده بقى تكوني مجهزه حته زبده عليها ملح وفلفل وبهارات، مثلا فلفل اسود وبابريكا ومثلا كمون وتحطيه وشطه لو بتحبي حامي، وتدهني بيها كوز الذره اللي انت سلقتيه. بيكون طعمه حلو قوي كمان لما تحطيه جنب اي وجبه، مثلا حته لحمه مشويه او حته صدر لحمه مشوي، بيتاكل زي بديل للرز والمكرونه. ده شكل الكوز الذره بعد ما شويته. اتمنى اكون افدتكم والف شكر.